رمزي بيفتح عينيه التعبانة، وفي وقتها بيحس بصداع في دماغه من كتر الأكل الزبالة اللي كانوا امبارح. بص على تليفونه الساعة 3 العصر. وراجع بالكوم اسلمه بكره. اعمل ايه؟ اروح بس اتفرج على التيك توك شويه وبعد كده اقوم اغسل سنيني. عدى ساعتين ولسه رمزي قاعد على تليفونه، وفي الوقت اللي بيقوم فيه رمزي كان لسه باقي ساعتين على الشمس بتغيب. بيومي صحي حتى قبل ما العصافير تبدا تغني. هو عارف انه بالنسبه للرجاله الحياه عباره عن سباق، وعشان تكسب لازم تبدا قبل الكل. بيومي ما فتحش تليفونه حتى، ما يعرفش اصلا ايه التيك توك ده. وفي الوقت اللي رمزي بيرجع فيه البيت الساعه 5 الفجر من السهره متاخر، بيومي كان خلص تمرينة الرجل بتاعته وخلص شغل النهارده كله. العمق بيزيد لو نخرت شويه ورا التيك توك، شعر ايدك هيقف وهتبدا تقول ان دي حاجه فعلا ممكن تنهي العالم. وانا مش ببالغ على فكره، تيك توك اللي عاملاها شركه صينيه اسمها بايت دانس، وعلى فكره متعاونه مع الحكومه الصينيه. في شروط الاستخدام اللي محدش بيقراها، اول ما تفتح الابليكيشن هتلاقيه بيقولك انهم مجبرين يبعتوا كل البيانات للحكومه الصينيه، واللي معناه الحكومه دي عارفه انت بتحب ايه، بتكره ايه، اللي بيبسطك، اللي بيخليك زعلان، كل ده معاهم. ممكن ما تبانش حاجه كبيره صح؟ هيعملوا ايه بالبيانات يعني؟ ممكن ما تفتكرش ان بياناتك ليها لازمة في حتت معينة عن كوكب. البيانات دي بيستخدموها في انهم يتحكموا فيك بالكامل، مش زي انهم ياخدوا البيانات دي ويعرضوا لك على اساسها اعلان عشان تشتري حاجة معينة. مثلا الصين عندها بالفعل نظام السوشيال كريدت ده زي سكور، لو السكور بتاعك قليل ما تقدرش تسافر، تاخد مواصلات او قطر. في مقالة بتقول لما بيكون في مظاهرات او ما شابه في الصين حرفيا بيقفلوا البلد، لو رحت بيمنعوك انك تهرب، بيمنعوك انك تروح اصلا. QR كده بتشتري بيه كل حاجة، نفصله. انت مش متخيل قد ايه بياناتك ممكن تتحكم فيك. يمكن عشان احنا لسه ما شفناش ده قوي عندنا وفي الغرب، وده مربوط في حقيقة انه في الصين تيك توك بيعرض حاجات غير اللي نعرفها تماما عندنا، بيروج لنوع تاني خالص من المحتوى. الخوارزميات في الصين مصممة بدقة انها تلهم الشباب الصغير في انهم يعملوا حاجات مفيدة، بيعودوهم على الانضباط، الالتزام، وعندنا بيلهمونا ليه؟ الانحطاط. In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos, and educational videos. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. It's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world. ازاي نقدر نربط ده؟ وايه معنى الكلام ده كله؟ التيك توك عندنا بيروج للانحطاط، الديات او الخسة، وانت عارف ده. وياما انت شفت بعينك بنات بترقص على التيك توك وبيوروك حاجات ما ينفعش تشوفها. ساعات بتشوف جنس حقيقي تعري حرفي على التيك توك. تخيل لما ولد عنده 13 سنة يشوف الحاجات دي. لو ولد في السن ده بحث عن المحتوى الجنسي وهو مش عارف ده ايه، الخوارزمية بتبدأ تروج له الحاجات دي وهي عارفة انه عنده 13 سنة. انت متخيل حجم اللي احنا فيه؟ عشان في ناس كتير مش فاهمة انا بتكلم في ايه لحد دلوقتي، وغالبا سابوا الفيديو من بدري. ممكن تقول لا عادي، وما انا بعودهم على قلة الادب، والصين بعودهم على الانتاجية. الكلام ممكن يكون منطقي اكتر بالنسبة لك لما بتكون عارف ايه عواقب الامة المتجنسة. وفي مقولة بتقول لو عايز تدمر اي حضارة خلي التعري وقلة الحياة شيء مستباح بين الجيل الصغير. والمقولة دي انت ممكن تشوف انها بقت حقيقة اكتر واكتر. البلد بتنهار لما الناس وبالاخص الجيل الصغير بيكون حر جنسيا اكتر. الفيديو بانه هيبقى عميق جدا عشان تكون فاهم انا بتكلم عن ايه. طيب تعال نراجع بسرعه. عرفنا ان تيك توك مسبب للادمان بدرجه مهوله. عرفنا ان الشركه المصنعه بايت دانس بتبعت البيانات بتاعتنا للحكومه الصينيه، وان الخوارزميات عندنا بتروج للانحطاط والخسه، وعندهم بتروج للانضباط والانتاجيه. بس الاول خلينا نجاوب السؤال ده، ليه الحريه الجنسيه بتدمر الامه؟ عشان ده ممكن ما يكونش واضح ليك لحد دلوقتي. ليه لما بيكون في تفريغ جنسي خارج اطار الزواج دي بتكون مصيبه؟ هيكل الاسره بينهار. اما الدين بيبقى حاكم، الطريقه الوحيده في انك تقدر تفضي بقى شهوتك بتكون في سن 18، فبتتجوز بتجيب اطفال، خلص عندك اسره، بقيت مسؤول، بقيت راجل. ودي هي الوحده الاساس في بناء اي مجتمع قوي. لو فرضنا الحرب في اي وقت على المجتمع ده، هيبقى عندنا راجل بيحارب بكل اللي عنده عشان عنده عيله عايز يحميها، عنده اسره، عنده زوجة عايز يرجع لها، عنده طفل عايز يشوفه. بس لما بنهمش الأسرة ونقتل دور الأب بأفراد عيلته نفسهم ونبدله بمقامات فارغة
ونروج للشباب الخسة وندمر مبدأ الأسرة بإننا نبدأ نوري للناس إن هم يقدروا يعملوا اللي نفسهم فيه من غير حساب، وبعدها بناتنا بيروحوا فيه. عارف إن إحنا بعدنا أوي، هنتكلم في الموضوع ده تاني، بس خلينا نتكلم في ده الأول. إيه اللي بيحصل لما تبيح الحرية الجنسية؟ الرجال للأسف بيبقوا مدلوين على أي حاجة، وهيبقى العادة إنك هتلاقيه بيدور على اللي هيسليه مش اللي هينفعه. فهتلاقي زحمة على بنت عادية، شباب كتير بيبعتوا لها رسائل كل يوم، وده معناه إن غرور البنت ونظرتها لنفسها هتبدأ تتأثر، لأن البنت العادية بيجي لها النهاردة فوق 100 رسالة أو كومنت كأنها موديل أو حد مشهور، وما بقللش من احترامها. أنا بقول الحقيقة. فإيه اللي بيحصل لما تبيح الحرية الجنسية والرجالة طول الوقت بيظبطوا في بنات؟ ولما الفرصة دي بتجيلك بتبدأ تتبع استراتيجية الشوتجان وبتكلم كل البنات اللي تقدر عليه، لعل وعسى واحدة فيهم ترد، فغرور البنت بيعلى من ده، وهتبدأ تشوف نفسها أحسن من الحقيقة. مش هيقدروا يردوا غير على اللي أحسن منهم، اللي شايفاها أحسن منهم في خيالهم، واللي كانت 5 من 10 بقت شايفة نفسها 8. معنى كده إنها مش هتعبر الرجالة الأقل من 10، والرجالة دول للأسف عمرهم ما هيبنوا بجد علاقة معاها لأنها لسه 5. وممكن تكون أنت شفت النوع ده من البنات اللي هتقولك الرجالة كلهم واحد وما بيعوزوش مننا غير حاجة واحدة بس. عايزك تخمن هي ليه قالت كده؟ عشان حد مش مستعد يكون جد معاها عاملها زي ما تستاهل، وده ما بيحصلش مرة واحدة ولا مع نفس الشخص، وده بيقلل من قدرتها هي نفسها من انها تكون جد مع الشخص اللي فعلا يستاهلها وتكون صادقة معاه. وهنا هنلاقي التناقض. وهكون صريح معاك، انا مش مرتاح اكمل الفيديو ده، بس هحاول اقولها باكتر طريقة غير مهينة اقدر عليها. بس نفس البنت اللي شايفة نفسها هنا وهي هنا، وعملت علاقات مع 10-20 واحد وخرجوا بعد كده وعادش بيرد عشان هما لسه عايزين البنت اللي هنا. بس خلينا في البنت دي دلوقتي صاحبة 10-20 واحد، وفي بحث يتكلم في الحوار ده بيقول ان البنت لما بتعمل كده قدرتها في انها تبقى مؤمنة بتنهار. وده مش رأي، ده بحث حقيقي، وبيأكد ان السبب رقم 1 في ان البنت تطلب الطلاق وانها تبقى شكاكة طول الوقت هو ده تاريخ علاقتها قبل الزواج. المؤشر الأقوى انها هتطلقك او هتخونك حتى ببساطة او عدد الرجالة اللي عرفتهم قبلك. انا مش عايز اكون قاسي واطبطب عليك واقول لك ان الماضي ماضي والانسان النهارده غير بتاع بكره. عايزك تتامل في كلامه، ولو في فرصه تغير من قرارك غيره. واللي يشدك في الموضوع ان المده ما بتاثرش زي ما الاعداد بتاثر. يعني عرفت 2-3 لمده 10 سنين مش زي ما تعرف 10 في سنه، دي مش زي دي اطلاقا. ده معناه ان عدد الرجاله هو اللي بيكون السبب في ده. وعشان كده وبفضل الترويج للانحطاط اغلب بناتنا للاسف بقوا الشغل ده بيقلل من قدرتها انها تكون مؤمنة وانها تؤمن بالشخص اللي قدامها واللي هيكون معاها في الاخر. ولما البنت تعدي بده 22 3 24 وتكون قابلت في حياتها 10-20 بني ادم، وفي الاخر وهي عندها 29 30 وجي الوقت انها تختار الانسان اللي هتكمل معاه بقية عمرها، وبعدها تقابل خشبة زي حالاتك وانت راجل عايز تحميها وتحسسها بالامان، مش زي الرجال اللي استغلوها قبلك دول. يوم ما تقابل راجل بجد، راجل زيك، راجل مش همه تاريخها عشان هو جواه واثق من نفسه وقلب ابيض، ولما في الاخر بتقابل الراجل الحنين اللي طول عمرها تمنيته وكمل انت وقعت في حبه والله قد ايه انسان ده جميل وهو كمان حبها، دي اميرتي الماضي بتاعها ما يهمنيش. بس للاسف قدرتها في انها تؤمن بالشخص ده وتكون شبه معدومه. طيب فكر فيها كحاله فرديه، كسيناريو واقعي ممكن يكون انهم متجوزوا مثلا 6 شهور سنه بقى معاهم طفل 2-3 كمان واحد وسنين تعد، خلاص بقى عندها أولاد لازم تركز عليهم، وممكن يكون عندها شغلها وكده. وفي يوم تفتكر حد من اللي عرفتهم من 10 سنين مثلا واللي انت عارف انه اكيد كان متعود يهينها ويمرمطها، ويعني ترجع في يوم من الشغل متأخر وتكلم واحدة من صحباتها موطين الصوت عن قصد، فاكرة فلان لسه راجع البلد النهاردة، يا ربي كان عليه جوز بنشات، يا مسيرنا وخربناها سوا. مرة رحنا انا وهو وزياد وجوزها سمع الكلام ده صدفة. تخيل، ممكن يكون الكلام غريب شوية بس دي حاجات حقيقة وبتحصل. الكلام ده للرجالة، المسألة دي مهمة جدا. أكيد عندك الرغبة في إنك تعلق بنات على قد ما تقدر، ولما بيتروج لك بشكل هستيري إنك بتعمل كده وإن كانت في حاجة منعاك وتحس إن الموضوع سهل وكله بيعمله، هوب لقيت نفسك مدمن إباحية. تيك توك والسوشيال ميديا والمواقع الإباحية عارفين إنك مدمن عليهم. بس كده، هو ده اللي كنت عايز أقوله النهاردة. أتمنى أشوفك تاني.